احلى فطاير عملناها في مطبخ الست بسيطه وبنوتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما اقول اي حاجه يا حبايب قلبي، صلوا على النبي وزيد النبي صلاه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وقبل ما اقول النهارده نعمل ايه من وصفه سهله وبسيطه ان شاء الله واقتصاديه، ما تنسوش تهدوني من ايديكم باحلى لايك واحلى اشتراك وتفعلوا زر الجرس. يومكم مليان بالسعاده وبرضا من عند رب العالمين. قولوا امين. يلا حبايب قلبي بينا نقول وصفتنا ايه النهارده. النهارده يا حبايب قلبي هنعمل فطاير سهله وبسيطه باي مكونات عندنا كده، بشويه خضار بساط عندنا، باي نوع من اللحوم عندنا بسيطه، مهما ان كانت الكميه قليله عندنا ان شاء الله هتبقى في مطبخنا هنعملها وهتزيد وهتبقى حلوه ان شاء الله. انا عندي ايه؟ انا عندي سوسيس، كان عندي وحدتين سوسيس بساط كده قطعتهم تقطعهم التقطيع اللي انت عايزاه يا ستي. عندك حته لحمه مفرومه مش هتقول لا. عندي فلفل، اي ما يكون فلفل بقى، فلفل اخضر فلفل احمر فلفل الوان، قطعي حتت صغيره. بصلايه حلوه كبيره تبشريها، بطاطسيه حلوه كبيره او بطاطستين اي ما يكون تبشريها، بيضتين او بيضايه زي ما يكون انت عايزه. معلقه دقيق كبيره، معلقه بابريكا، نص معلقه صغيره من الفلفل، معلقه صغيره من البيكنج باودر، والملح المتبهر بتاعي الحلو اللي مش هيخليني اقول بقى ايه هحط من ده واحط من ده. ما عندكيش الملح المتبهر يا حبيبه قلبي يبقى هتحطي اي بهارات اللي انت عايزاه. يلا بينا على طول نشوف وصفتنا السهله البسيطه اللي هنعملها احلى فطاير من الخضار وداخل فيها اي نوع اللحوم كده. هنعملها ازاي بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله. انا هنزل يا حبايب قلبي بالخضار كده بسم الله الرحمن الرحيم، كله اللي انا قلت لكم عليه، الصوص اللي انا قطعته زي ما قلت لكم اي تقطيع انتوا عايزينه. بعدها هنزل بقى بالدقيق وبالبابريكا وبالفلفل وبالملح اسمه ده هو البيكنج باودر. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل كده بسم الله الرحمن الرحيم بالبيض. بسم الله الرحمن الرحيم. اخلط بقى كل المكون كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو اخلطه جامد لما كل المكونات تتعمل مع بعضها. بسم الله. طيب قبل ما خلطنا المخلوط زي ما انتم ما شايفين كده بسم الله ما شاء الله، يلا بينا بقى على البوتاجاز. احنا مش ولا هنحطه في ثلاجه ولا في حاجه، احنا على طول هنروح على البوتاجاز ونعمل احلى فطاير من الخضار ومن اي نوع لحمه هو عندك. عملناه بطريقه سهله وبطريقه بسيطه. انا يا حبايب قلبي جبت طاسه فيها زيت، سبته لما قدح خالص. هاجي بقى بمعلقه زي ما انتم ما شايفين كده، امسك المخلوط اهو اهو زي ما انتم ما شايفين اهو، واجي انزل بقى كده بسم الله ما شاء الله اهو 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 بسم الله ما شاء الله الحجم اللي انتوا عايزينه اهو. وبطل بصوا بسم الله ما شاء الله بعد ما قلبناه الله اكبر، اللون الذهبي الحلو الجميل ده ما شاء الله. بصوا حاجه كده جمال جمال وسهله وبسيط. نعمل بقى الكميه بتاعتنا كده كلها بسم الله ما شاء الله، نوريكم بقى احلى فطاير عملناها بطريقه سهله وبطريقه بسيطه. ما شاء الله على الفطاير الحلوه الجميله من الكميه البسيطه اللي انتوا شفتوها عملت ازاي يا جماعه حبايب قلب. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. بصوا الحلاوه والجمال كده يا ولاد الله اكبر. بصوا وريحتها ما اقولكمش، يا ريت الكاميرا ليها مراخين اقول لكم كده تعالوا شموا وشوفوا كده الريحه والجمال والحلاوه. الله اكبر على الريحه اللي ماليه الشقه عندي من جمال الفطاير الحلوه البسيطه السهله. الله اكبر. تكمل اكلتنا الحلوه وغدوتنا الحلوه الجميله ونفرح بيها عيلتنا الحلوه الجميله. شويه بقى كده مسقعه اللي انا عملتهم قبل كده معاكم، مسقعه السريعه شويه مكرونه كده حلوين برضه عملتهم كده في السريع بسم الله ما شاء الله، عشان الوجبه تكمل وتبقى ايه اكله حلوه تفتح النفس وتاخد العين قبل البق. بسم الله ما شاء الله على الاكله الحلوه الجميله زي ما قلت لكم، تاخد العين قبل البق كده وتفتح نفس العيله على الاكل. الف صحه والف هنا على قلوبكم. قوموا اعملي حبيبه قلبي احلى واجمل فطاير عملناها بطريقه سهله وبطريقه بسيطه ما خدتش مننا وقت ولا مجهود. اللي بايت عندك حبيبه قلبي برده ممكن تسخنيه وتحطيه جنب الفطاير الحلوه الجميله دي، شويه رز شويه مكرونه، ما فيش زي ما انا عملت كده شويه مسقعه في السريع تعملوا شويه مكرونه، تبقى اكل احلى اكله تقضي بها يومك سهله وبسيطه. وزي ما قلت لكم كتير قوي، كوني في مطبخك موفره اقتصاديه، ابدعي اخترعي، فرحي بيتك فرحي عيلتك. الف صحه والف هنا على قلوبكم. يلا حبيبه قلبي قومي واعملي احلى فطاير عملتها الست بسيطه. يومكم ونهاركم مليان بسعاده وبرضا من عند رب العالمين. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لكل حبايبكم عن مطبخنا البسيط المتواضع مطبخ الست بسيطه وبنوتتها. زي ما قلت لكم فطكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.